يعني ما زالت المسيحية كل يوم بتدهشني بما فيها من فلسفة، والله العظيم فلسفة. ولا أتخيل أن يكون هناك عقيدة بمثل هذه الصعوبة أو بمثل هذا التعقيد. مش متخيل ان الله سبحانه وتعالى ينزل على الانسان عقيدة عشان ما يفهمهاش وعشان يدور حواليها لغط كتير جدا. تعالى نكمل مع السيدة ايمان وهي بترد على الانبا رفائيل لما جه قال لك ان انت عندك 3 آلهة، وانت مش هتفهم الحتة دي الا لما تفرق بين الالوهية والاقنومية. احنا ما جاتلناش كتب ارسطو نقول غلط ولا ما غلطش. احنا كل اللي وصلنا ان اريوس كان بيقول المسيح مشترك، ربنا اداله العمل، اداله دفع عليه كل سلطان، ربنا اداله ان هو يكون القاضي العادل يوم الدينونه حسب المكتوب في الكتاب. المسيح عمل اعمال الله وقال كلمات الله بقوه الله، والدليل ان المسيح ذات نفسه عند قبر العازر قال احمدك ايها الاب او اشكرك ايها الاب لانك سمعت لي وانا اعلم انك في كل حين تسمع لي، ولكن ليعلموا انك ارسلتني وليؤمنوا بك. انت مجد ذاتك وايها العذر لك اقول قم. دي قوه الله، وبيقول له انت كل ما اسالك على حاجه بتسمعني. ليه؟ في صله مستمره بين المسيح والله. ليه؟ لانه الصوره الغير مكسوره، لانه ما غلطش واتكسرت الصوره واتحط حاجز متوسط بينه وبين الله. ادم كان ابن الله، لكن اتكسرت الصوره واتحط حاجز متوسط بينهم واتكرش ادم واصبح من ابن العبد. المسيح جه الابن الوحيد، اتقال عنه في الاثناء المعموديه هذا هو ابني الذي به سررت له اسمعوا، واتقال عنه في التجلي هذا هو ابني الوحيد الذي به سررت له اسمعوا. هو الوحيد اللي ارضى قلب الاب، لان هو الابن الاوريجينال الاولاني كان ادم. زي انقسام الاميبا، خلق اميبا واحده نقول انسان واحد وطلع منه حواء، وبعد كده انقسم وبقى كل ده. كمان المسيح خلق انسان واحد وارسله، هو قال الذي قدسني والذي ارسلني في يوحنا 10. ومن الانسان الواحد ده قرر انه يفدي البشريه او يفدي بني ادم او ياتي بابناء كثيرين للمجد لله ابيه او يتمم مشيئه الاب او يتمم قصد الاب، واطاع حتى المنتهى حتى موت الصليب. فاستحق ان هو يتعين ابن الله بقوه من جهه روح القداسه بالقيامه من الاموات، فرفعه الله، اداله رتبه اعلى. اللي كان بيتقال انقذته قليلا عن الملائكه ومجد وكرامه وقته، يتقال انه رفعه فوق الملائكه. هل الله يتقال عنه انه اترفع فوق الملائكه؟ هيقول لك ده ناسوته. مفيش حاجه اسمها ناسوته ولاهوته. المسيح الانسان هو المسيح الانسان. الله اداله ان هو يجلس معه في عرشه، وهيدينا كمان يقول لك ان احنا هنبقوا شركاء الطبيعه الالهيه. ايش عرفنا؟ المسيح قال من يغلب فسيجلس معي في عرشي كما غلبت انا وجلست في عرش ابي. اذا جلوس المسيح في عرش الاب كان مرهون بانه يغلب او ما يغلبش، بس علم الله السابق كان عارف ان المسيح هيغلب. فلما غلب وانتصر وجلس في عرش الاب اصبح الرب اداله كل سلطان، دفع عليه كل سلطان، فبقى يقدر يقول بكل قوه لانه عنده كل سلطان اللي يغلب يجلس معي في عرشي كما غلبت انا. يبقى امتى غلب؟ امتى جلس؟ لما غلب. واحنا امتى هنجلس؟ لما نغلب. طب واحنا ازاي نبقى شركاء الطبيعه الالهيه؟ احنا ما نقدرش نكون في المكان اللي فيه الله الاب الا اذا كنا شركاء في الطبيعه الالهيه، لان الله الاب ده نار ونور لا يدنى منه، الساكن في هو قينونته ايه؟ هو يتقال عليه نار اكله. ساكن فين؟ ساكن في نور لا يدنى منه، له وحده عدم الموت. انت بالله عليك ما حسيتش بصداع؟ ما حسيتش ان انت عمال تدور في دوائر مغلقه مش عارف راسك من رجليك؟ ايه كل ده؟ ايه الكلام ده كله؟ احنا ما جاتلناش كتب ارسطو نقول غلط ولا ما غلطش. احنا كل اللي وصلنا ان اريوس كان بيقول المسيح مشترك، ربنا اداله العمل، اداله دفع عليه كل سلطان، ربنا اداله ان هو يكون القاضي العادل يوم الدينونه حسب المكتوب في الكتاب. المسيح عمل اعمال الله وقال كلمات الله بقوه الله، والدليل ان المسيح ذات نفسه عند قبر العازر قال احمدك ايها الاب او اشكرك ايها الاب لانك سمعت لي وانا اعلم انك في كل حين تسمع لي، ولكن ليعلموا انك ارسلتني وليؤمنوا بك.
انت مجد ذاتك، وايها العذر لك اقول قم. دي قوة الله. وبيقول يعني الكلام ده ممكن الواحد يقبله على مجمله، ان الله سبحانه وتعالى هو اللي دفع للمسيح بقوته، هو اللي اداله سلطانه، هو اللي ميزه، هو لكن في الاخر كل ده بيرجع لقوة الله سبحانه وتعالى. فالمسيح من دون الله ما يعرفش يعمل اي حاجة. ماشي. وهو قال كده: لا استطيع ان افعل من نفسي شيئا. كل الكلام ده مقبول جدا، وكل الكلام ده بيصب في اتجاه واحد، ان المسيح بشر، مميز مش مميز، بشر يا عم. ايوه رجل عظيم ورسول كريم واللي انت عاوزه كله، ومعاه سلطان ومعاه معجزات، لكن كلها استمداد من الله سبحانه وتعالى، ودفع اليه بكل سلطان، ودفع. يعني هو مش من عنده، هو القوة دي مش من ذاته، القوة دي مدفوعة اليه من الله سبحانه وتعالى. كل الكلام ده عادي ومقبول، والواحد يستسيغه مجملا. يعني يقول له انت كل ما اسالك على حاجه بتسمعني ليه؟ في صله مستمره بين المسيح والله. ليه؟ لانه الصوره الغير مكسوره، لانه ما غلطش واتكسرت الصوره واتحط حاجز متوسط بينه وبين الله. ادم كان ابن الله، لكن اتكسرت الصوره واتحط حاجز متوسط بينهم، واتكرش ادم واصبح من ابن العبد. المسيح جه الابن الوحيد، اتقال عنه في الاثناء المعموديه: هذا هو ابني الذي به سررت له اسمعوا. واتقال عنه في التجلي: هذا هو ابني الوحيد الذي به سررت له اسمعوا. هو الوحيد اللي ارضى قلب الاب، لان هو الابن الاوريجينال الاولاني كان ادم. زي عارفين زي انقسام الاميبا، خلق اميبا واحده نقول انسان واحد، وطلع منه حواء، وبعد كده انقسم وبقى كل ده. كمان المسيح خلق انسان واحد وارسله، هو قال: الذي قدسني والذي ارسلني، في يوحنا 10. ومن الانسان الواحد ده قرر انه يفدي البشريه، او يفدي بني ادم، او ياتي بابناء كثيرين للمجد لله ابيه، او يتمم مشيئه الاب، او يتمم قصد الاب، واطاع حتى المنتهى، حتى موت الصليب. فاستحق ان هو يتعين ابن الله بقوه من جهه روح القداسه بالقيامه من الاموات، فرفعه الله، يعني اداله رتبه اعلى. اللي كان بيتقال انقذته قليلا عن الملائكه ومجد وكرامه وقته، يتقال انه رفعه فوق الملائكه. هل الله يتقال عنه انه اترفع فوق الملائكه؟ هيقول لك ده ناسوته. مفيش حاجه اسمها ناسوته ولاهوته. ده بقى المقطع اللي يصدع الدماغ. مش عارف حتى ايمان وهي بترد يعني قالت شويه امثله ولا واستشهدت بشويه جمل. ايه يا عم ده؟ ايه يا عم ده؟ يعني الكلام صعب والرد عليه اصعب. يعني ايه العقيده اللي تحتاج كل ده؟ خلاص هو ربنا دفع عليه بكل سلطان، يبقى هو من غير ربنا خلاص مفيش اي حاجه. هو الله، يعني عندي اله وهو بقى اللي بيدي القوه وبيدي السلطان، يبقى هو الله واحد. خلصت بقى، لا في اقنوم ولا مش اقنوم ولا الكلام ده كله، ولا اله تاني ولا تالت ولا الكلام ده. ده الكلام اللي يقبله اي عقل. هو المسيح الانسان الله اداله ان هو يجلس معه في عرشه، وهيدينا كمان. يقول لك ان احنا هنبقوا شركاء الطبيعه الالهيه. ايش عرفنا؟ المسيح قال: من يغلب فسيجلس معي في عرشي كما غلبت انا وجلست في عرش ابي. اذا جلوس المسيح في عرش الاب كان مرهون بانه يغلب او ما يغلبش، بس علم الله السابق كان عارف ان المسيح هيغلب. فلما غلب وانتصر وجلس في عرش الاب، اصبح الرب اداله كل سلطان، دفع عليه كل سلطان، فبقى يقدر يقول بكل قوه لانه بقى عنده كل سلطان: اللي يغلب يجلس معي في عرشي كما غلبت انا. يبقى امتى غلب؟ امتى جلس؟ لما غلب. واحنا امتى هنجلس؟ لما نغلب. طب واحنا ازاي نبقى شركاء الطبيعه الالهيه؟ احنا ما نقدرش نكون في المكان اللي فيه الله الاب الا اذا كنا شركاء في الطبيعه الالهيه، لان الله الاب ده نار ونور لا يدنى منه. الساكن في هو قينونته ايه؟ هو يتقال عليه نار اكله. ساكن فين؟ ساكن في نور لا يدنى منه، له وحده عدم الموت. يعني مازال انا عندي مشكلة مع المصطلحات المسيحية، وعندي مشكلة ضخمة قوي لما بيجي المسيحي بيتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. عندي مشكلة ضخمة جامدة جدا، ومش عارف الكلام بيبقى تقيل على قلبي ولا اقبله. يعني انت بتتكلم مع الله، مش عارف، بحس ان في جراءة خطيرة جدا. يعني التعامل مع ربنا سبحانه وتعالى بيتكلموا معاه، ما اعرفش صاحبي صديقي، يا عم الله الخالق، الله الخالق.
لكن انا اهو انا مستنيك، لو انت فاهم حاجة انا مستنيك تقول لي انت فهمت.